محمد. لكل عروسة بتجهز نفسها ولكل أم بتجهز بنتها. النهاردة هنتكلم عن القطعة الأهم في جهاز كل عروسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناتنا جميعا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم عن الطقم الصيني. الطقم الصيني اللي مفيش بيت مصري مفهوش طقم صيني. الطقم الصيني من الحاجات المهمة جدا في جهاز كل عروسة، إذا كان هنحطه في النيش أو هنستخدمه على السفرة، أيا كان الاستخدام إيه. الطقم الصيني من الحاجات اللي بتدي شكل راقي جدا لأي سفرة وأي نيش، وبيخلي الأكل مهما كان بسيط يبان شكله شيك وفخم، وبيخلي شكل النيش جميل جدا. وعشان كده اي عروسه دايما بتحب تختار الطقم اللي يكون عملي وفي نفس الوقت يكون شكله حلو ويناسب العزومات والمناسبات. وطبعا اطقم الصيني بقت فيها اشكال كتيره جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، في الكلاسيك الهادي وفي المودرن العصري وفي الرسومات الذهبي والفضي وفي الساده اللي بيدي فخامه وبساطه، وفي شركات كتير ومصانع اكتر بتنزل اطقم صيني. النهارده هنتكلم عن الطقم الصيني وهنعرفكم كل حاجه بالتفصيل عن الطقم الصيني. نبدا على طول عشان ما نطولش عليكم، بس يا ريت قبل ما نبدا لو احنا بنقدم لك حاجه مفيده اشترك عندنا في القناه وفعل زر الجرس على الكل، وان عجبك الفيديو اضغط لايك. اول حاجه لازم نعرفها يعني ايه طقم صيني كويس، لان ناس كتير بتشتري الطقم الصيني على اساس الشكل بس، لكن في فرق كبير بين خامه وخامه وبين شركه وشركه وبين مصنع ومصنع. الطقم الصيني الكويس لازم يكون خامته قويه، لونه ثابت زي ما حضراتكم شايفين كده، تكون الخامه خامه محترمه، اللون يكون ثابت ما يطلعش في ايدي ابدا زي ما حضراتكم شايفين. الرسومات بتاعته تكون واضحه وناعمه ومفهوش عيوب. يعني مثلا وانت ماسك الطبق كده لازم تحس انه متقفل كويس ومفهوش حواف خشنه او عيوب في الرسومات زي ما حضراتكم شايفين. مش كل اللي وزنه خفيف وحش او ضعيف، ومش كل اللي وزنه تقيل يبقى احسن حاجه. اعتقاد غلط جدا. اذا كل ما كان الطبق تقيل يبقى احسن، بالعكس الصيني اللي جودته عاليه يبقى وزنه خفيف ورقته بتبقى باينه، لكن في نفس الوقت صلب جدا وما بيتشرخش بسهوله. الطبق التقيل بزياده ده بيبقى خامته شعبيه وبيتعبك في الغسيل وفي الرص وممكن يكسر قرفه في النيش. ومش معنى كده ان الشعبي وحش او التقيل وحش خالص، لا طبعا في ناس مش هتستخدم الطقم الصيني اساسا وهتحطه في النيش ديكور، فعادي جدا لو هشتري طقم صيني تقيل او شعبي. مش كل الناس زي بعضيها، وفي ناس هتستخدم الطقم الصيني فلازم تشتري طقم صيني مواصفات معينه، وفي ناس هتجيبه ديكور فقط فممكن تشتري اي حاجه وخلاص. اهم حاجه يكون عندها الشكل حلو ويناسب عندي في النيش، وفي ناس بتستغنى عنه خالص. بس بعد كده هنتكلم عن الطقم الصيني الكويس، تركات صغيره هعرفكم عليها لو كنت هتستخدميه عشان تعرفي الطقم ده نقي ولا مخلوط بحاجات تانية. ارفعي الطبق كده قدام الإضاءة، يعني مثلا لو مسكنا الطبق ده تمام وحطيناه قدام الإضاءة، طبعا هنا المكان مفهوش شمس، لو حطيناه تحت الكشاف كده، لو حطيناه تحت الكشاف بتاع التليفون يا رب يكون واضح تمام. طبعا هو مش باين في التصوير، بس اظن مش باين في التصوير، لكن لو انا حطيت الكشاف ورا الطبق او ورا المج هلاحظ ان ضوء الكشاف خارج من الطبق او باين، وده يبين لك ان الطقم الصيني طقم محترم جدا وطقم خامته نظيفة جدا. وبرضه من الحاجات المهمة زي ضوء الكشاف ممكن احطه تحت الشمس لو في البلكونه وكده او في اي مكان فيه شمس، هشوف صوابع ايديا من ورا الطبق ومن ورا المج، وده يبين لك ان الخامه نظيفه جدا. لو انت مش هتستخدميه هاتي طقم شكله شيك وجميل ايا كان بعد كده طالما هتحطيه في النيش بس. لكن لو هتستخدميه امسكي الطبق بضوافرك كده وخبطي عليه، يعني مثلا زي كده ماشي، تسمعي صوت رنه كده، مش يبقى مكتوم كتم، لا تسمعي صوت رنه كده تعرفي ان الطقم الصيني طقم محترم. لان الحاجات اللي بتكون شعبي بتكون فيها بورسلين
وفيها مواد تانية غير البورسلين، لكن الطقم الصيني الاصلي بيكون بورسلين نقي 100%. بص بتركيز على الرسمه، بص بتركيز على الرسمه والذهب اللي فيها. لو لقيت الذهبي مطفي او بيطلع في ايدك وانت بتمسحيه ابعدي عنه فورا. الطقم النظيف اللي رسمته ناعمه جدا وبتحس ان هي محفوره جوه الطبق، محفوره حفر كده جوه الطبق، مش ملزوقه عليه من بره. لو الطقم فيه ذهبي او فضي ده ما بيدخلش الميكرويف. فلو عاوزه حاجه عمليه للميكرويف هات الطقم الساده اللي رسمته الوان بس، يعني مثلا زي كده. هات لي الراك اللي هناك ده. طبعا ده يدخل الميكرويف عادي جدا زي ما انتم شايفين كده. الرسمه بتاعته هاديه جدا اهو، وخفيف، وخامته خامه محترمه جدا. نيجي بعد كده لاهم سؤال بنتسائل عليه: اجيب الطقم الكبير اللي هو 124 قطعه ولا اجيب الطقم الصغير اللي طالعه، الحاجات اللي طالعه موضه اليومين دول اللي هي ال60 وال66 وال72؟ بص يا ست الكل، ده بيعتمد على مساحه بيتك وعلى ميزانيتك وعلى نيشك واستخدامك. الطقم الكبير ال 124 قطعه ده بيكون عباره عن كل حاجه 12، يعني بيكون 12 طبق كبير، 12 طبق صغير، 12 مج شاي، 12 مج قهوه، يكون فيه اللبانه والبراد والسلطانيه الكبيره والسكريه، يكون فيه كل حاجه في الاطباق والمجات 12. بعد كده الحاجات اللي زي السلطانيه والبراد واللبانه والحاجات دي بتكون وحايد. لكن الطقم اللي هو بيكون 72 قطعه او 60 قطعه او 66 قطعه ده بيكون عباره عن ان الحاجات بتكون 6 قطع بس، يعني 6 قطع اطباق صغيره، 6 قطع اطباق كبيره، 6 قطع فناجيل شاي، 6 قطع فناجيل قهوه، 6 قطع بولات. لكن السلطانيه والبراد والسكريه واللبانه والحاجات دي بتكون عباره عن قطعه قطعه قطعه. تعال بص على الشكل ده كده. الأطقم ال 66 قطعة وال 60 قطعة وال 72 قطعة دلوقتي بنات كتير بتفضل تجيب طقمين من دول، واحد كلاسيك للنيش وواحد مودرن للسفرة، وده بيدي مرونة أكتر وشكل مختلف في كل عزومة. أو تجيب طقم واحد بس وده الأفضل طبعا. والطقم الصغير أو النص زي ما الناس بتسميه ده بيكون عبارة عن زي ما قلنا 6 قطع في كل حاجة. يعني طقم الشاي بيكون 6 قطع، طقم القهوة بيكون 6 قطع، الأطباق الكبيرة بتكون 6 قطع، الاطباق الصغيره بتكون 6 قطع. نصيحتي ليكي لو الميزانيه محدوده هاتي طقم واحد قيم وشيك جدا واستثمري باقي الفلوس في حاجه تانية في الجهاز، لان الصيني الكتير بيبقى زحمه في النيش وفي المطبخ، وبعدين كده انت هتجيبي اركوبالا وهتجيبي اركوبايركس وهتجيبي ميلامين وهتجيبي اطقم كتيره جدا. طيب دلوقتي هنتكلم عن النقطه الاهم في الفيديو: الانواع وافضل الشركات. ايه اللي موجود في السوق اشتريه وايه الحاجات اللي ابعد عنها. دي نقطة مهمة جدا، اشتري براند ايه او اشتري شركة ايه. حاليا دلوقتي السوق المصري فيه تنوع كبير جدا في اطقم الصيني. في صيني بنجلاديش زي اللي قدامنا ده، تمام، في صيني، ثبت الصورة كده، في صيني ماليزي، ارجع شوية خطوة لورا، تمام، في صيني هنا، نمسك الطبق احسن، في صيني يعني صيني متصنع في الصين. وعندنا هنا اهو صيني، يا رب تكون واضحه، بنجلاديش اهو، تمام. وفي صيني ماليزي، يا رب يكون واضح. وطبعا في صيني فتحي محمود، فتحي محمود اللي هو المصري، وطبعا اللي هو مكتوب عليه حرف اف ام، وده بينافس اي حاجه مستورده اهو. تعال هنا بص كده، اف ام عامل اشكال
خرافيه، اشكال حلوه جدا. الشركات المصريه احلى حاجه فيها حاليا الجوده والسعر المنافس. دلوقتي احنا في مصر بقينا بنصنع صيني بينافس المستورد وبقوه، وميزه الشركات دي ان سعرها حنين وموجوده في كل مكان. يعني عندنا مصنع فتحي محمود، طبعا ده مصنع غني عن التعريف، هو براند كل بيت مصري. ميزته انه عنده تنوع رهيب من اول الاطقم الشعبيه لحد الاطقم الراقيه جدا. لو عاوزه حاجه تعيش وسعرها يكون مناسب هيكون اختيارك الاول. بص كده على تشكيله فتحي محمود، بص على التشكيله بتاعت فتحي محمود. يعني ده معانا طقم فتحي محمود اهو، وده فتحي محمود تمام. وده اظن برضو ثواني كده، وده فتحي محمود اف ام اهو. بص على التشكيله الرايقه عامله ازاي، بص على الشياكه اهي، فتحي محمود اهو برضو تمام. بص على الطقم ده برضو اهو، فتحي محمود. اشكال راقيه جدا وجميله جدا. اما بخصوص الشركات المستورده، لو الميزانيه مرتاحه وعاوزه حاجه تعيش معاك سنين وتكون فخمه، يبقى نطلع على طول على المستورد الاماراتي. يعني نيجي هنا نبص على الاماراتي اللي احنا اتكلمنا عليه في نص الفيديو. الاماراتي ده الراك طبعا موجوده منه اشكال كتيره جدا. ده يعتبر طفره في عالم الصيني والبورسلين. بسيط جدا، شيك جدا، بيدخل الميكرويف، بيدخل غسالة الاطباق بامان تام، مفيش منه اي مشاكل. وحاليا يعتبر ده اقوى طقم صيني موجود في السوق المصري كله تمام. بعد كده البنجلاديش، وده من افضل انواع الاطقم الصيني الموجوده ومنتشره جدا في كل المحلات. اشكاله بتبقى راقيه جدا وخامته خفيفه، خامته خفيفه جدا، يعني مش تقيل، خامته خفيفه خالص. واشكاله منتشره جدا في السوق المصري. بص كده، ده ايه؟ ده بنجلاديش تمام. في بنجلاديش تاني. بعد كده نتكلم عن الماليزي. الماليزي طبعا بص كده على ده الماليزي. الماليزي برضو من افضل الانواع الموجوده في السوق المصري، حاجه كده من الاخر. وبرضو عندنا اطقم الصيني اللي متصنعه في الصين. بص كده الفخامه، وبص الشكل، بص الرقي، بص مكتوب عليه صنع في الصين اهو اهو. يا رب يكون واضح اهو اهو. حاجه كده ايه من الاخر يعني. ركز لي قوي في الطقم ده عشان انا بحب الطقم ده قوي. ارجع كده خطوه. تعالى هنا، بص البنجلاديش عامله ازاي، بص الخامه. احنا هنا بنقول ان الراك يخش الميكرويف عادي جدا ويخش غسالة الاطباق عادي جدا تمام. والبنجلاديش هكذا والماليزي هكذا. ارفع كده، يعني ده البنجلاديش، بص الشياكه تمام. حاجه كده ايه من الحاجات التحف الفنيه اللي موجوده. لو هنا حبينا نعمل اختبار النقاء وجينا في حته فيها شمس زي كده ومسكنا الكشاف، اظن هتكون واضحه. بص يعني هي هتكون صعبه ان هي تظهر في التليفون قوي، لكن لو مسكتي الطبق بنفسك وشفتي وشغلت الكشاف وشفتيه من ظهر الطبق هتلاحظي الفرق ده. ولو بصيتي في حته فيها شمس برضه هتلاحظي حاجه زي كده. بص الشكل ده، بص الشكل ده عامل ازاي، برضه ده تصنيع الصيني، حاجه كده من الاخر. وهاخد له فوق بس لون مختلف. تعالى هنا، تعالى هنا، بص كده، بص كده، صنع في تايلاند. ده التايلاندي، حاجه كده ايه من الاخر. الرسمه نفسها مستحيل تطلع في ايدي، مستحيل مستحيل. اهي الرسمه موجوده من جوه في قلب الطبق نفسه، حاجه كده ايه اللهم بارك. بص على الطقم اللي تحت ده، شايف 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 هنا، ده ميد ان تشاينا صيني.
لوتس، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. تعالى هنا الحاجات التقيله اللي زي فتحي محمود مثلا، ده خامته تقيله شويه. تمام. طقم الصيني، عايزه حاجه شيك، عايزه حاجه تستخدميها، عايزه حاجه تحطها في النيش، بس اختاري حسب ميزانيتك. ما تختاريش يعني وتزودي في الفلوس، لا اختاري حاجه كويسه تناسب ميزانيتك هتستخدميه. هاتي حاجه نظيفه هتحطي في النيش، بس هاتي شكل حلو وخلاص. تمام. لان عندنا بعد كده اطقم اركوبال، اطقم ميلامين، عندنا اكتر من حوالي 5-6 اطقم تاني هنشتريها، فما نزودش قوي في الطقم الصيني. يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه كويس واكون فدتكم. كده حضراتكم الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو مع حبايبك واصحابك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.